المسيح ألا أكتب عن هذه النقطة. لكني وكما يعرفني معظمكم أني سافل أخلف بوعودي. كفرت بكل الأديان وآمنت بك وحدك، لكنك خذلتني. لم أجبرك على السجود لي، ولم أرغمك على الكفر بالخالق، لكنني دعوتك فاستجبت لي، فلا تلومني ولم نفسك. الأسرار الصغيرة يحميها الكتمان، والأسرار الكبيرة يحميها عدم تصديق العامة. انغمس في الشهوات واستمتع بباقي الأجناس، فأنت أفضل منهم والشيطان يحمي ظهرك. عش بجسدك ولا تأبه بغير إشباع هذا الجسد النهم بالشهوات. عليك بالحكمة القذرة، ولا وقت لديك لتفكر براحة الآخرين. وكن أنانيا، كن عطوفا، لكن لا تقع في الحب، فالحب للضعفاء فقط. قم ولا ترأس، فالرأفة هي سمة الإنسان فقط، ولا ترحم أحدا. أنت مجرد حيوان لا إنسان، فأشبع رغبتك الحيوانية كلما استطعت. لا تؤمن بالخرافات، فهي التي تقف في وجه سعادتك. لا تبالي بخطاياك، فالشيطان هو درعك من هذه الخطايا، ولن يحاسبك كائن عليها. من أراد الآخرة فليتبع الرب الخالق، ومن أراد الدنيا فما عليه إلا اتباعي، فأنا سيد الأرض والحاكم الفعلي لها. أتباعي أفتح لهم خزائن العالم وأبسط لهم ملذات الدنيا دون حساب. فجنتي آنية، وجنة الرب مؤجلة إلى ميعاد غير معلوم. أتباع الشيطان وعبدته من نورانيين وماسونيين وغيرهم من أتباع المنظمات السرية الشيطانية يعلمون أنه ليس هو الخالق الحق، ويؤمنون بوجود خالق أعظم لهذا الكون كله. وما الشيطان لوسيفر إلا ملاك ساقط من السماء بسبب ذنب ارتكبه لمصلحة بني الإنسان، أو هكذا يعتقدون. ففكرة رفضه السجود لأبيهم آدم ليست هي المشكلة الحقيقية التي انتزعت بسببها كل مميزاته التي منحت له في السماء العليا بين جميع الملائكة الآخرين، بل لحبه لهذا الكائن الوضيع الذي ساهم هو بنفسه في خلقه، بعدما أتى بأنواع متعددة من أتربة الأرض، والتي ستعطي فيما بعد ألوان البشر المتعددة، وذلك بطبيعة الحال بأمر من الخالق الأعظم الذي جعل من ذلك التراب طينا، ومن الطين مخلوقا جاهلا بعدما نفخ فيه من روحه. لكن إبليس وبسبب عطفه على هذا المخلوق الضعيف والجاهل دله على شجرة الخلد والمعرفة، والتي لم يرد الخالق له أن يأكل منها لسبب لا يعلمه إلا هو. وعندما أكل آدم وزوجه منها تفتحت لهما أبواب العلوم كلها، ولما علم الرب الخالق بذلك غضب عليهم، لكنه لم يعاقبهما كما عاقب إبليس، لأن آدم وزوجه كانا جاهلين لا يعلمان شيئا، فكان عقابهما النزول للأرض. أما إبليس فطرده من الجنة وألغى له كل صلاحياته كملك مقرب منه. ومنذ ذلك اليوم إلى قيام الساعة هناك صراع بين الرب والشيطان. ساحة هذا الصراع هو الإنسان، فالرب يريد اختبار الإنسان وامتحان إيمانه بالجوع والتكليف المرهق، والشيطان يريد أن يساعد الإنسان بفتح ملذات الدنيا كلها من مال وجنس ونفوذ. هكذا يؤمن أتباع الشيطان. أما المؤمنون بالرب من أصحاب الديانات السماوية وإن اختلفوا في تفاصيل القصة إلا أنهم يجمعون بأن غضب الرب على الشيطان جاء بعدم امتثاله لأمر خالقه بالسجود لآدم. ارفض السجود لآدم تكبرا أو عصيانا لأمر قرره رب العزة، بل لمعرفة مسبقة مني ومن باقي الملائكة الحاضرين بأن آدم وذريته سيعيثون في الأرض الفساد ويسفكون الدماء. أفلم تقرؤوا قول الحق سبحانه:
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أي كانت الملائكة بمن فيهم أنا إبليس على علم بما سيرتكبه آدم وذريته من الكبائر والمعاصي، فاستكبرت واستعظمت أن يخلق الله من يعصيه ويسفك الدماء، فكيف يسجد من كان غارقا في التوحيد والتسبيح والتقديس مثلي، ومن كان إمام الملائكة وطاووسهم وخطيب الكروبيين لمخلوق سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ولعلي كنت محقا بعدما قتل قابيل أخاه هابيل، ثم توالت سلاسل سفك دماء أبناء آدم إلى يومنا هذا، وستظل تسفك بأيدي بعضهم البعض إلى أن تقوم الساعة. ولعل هذا الأمر ما سيشفع لي عند رب العزة عندما طلبت منه أن ينظرني إلى يوم يبعثون. كما أن مفاضلتي بين جوهر الناري وجوهر آدم الطيني كانت مبنية على نظرة فلسفية معينة لنظام الكون الذي وضعه الخالق سبحانه، وترتيب الطبائع وفقا لدرجات الكمال التي تتصف بها. لذلك كنت على حق في جوابي بأن الخالق جعل الأشياء على ما هي عليه من درجات الكمال والسمو، وأمر السجود لآدم يشكل مخالفة صريحة لهذا النظام وخروجا على الترتيب الذي شاءه الله وأوجده. فإذا كان جوهر النار أقل في سلم الكمالات من جوهر آدم الطيني، فلن تستطيع النار عندئذ أن تدل الصلصال إلا بالسير في اتجاه مضاد لطبيعتها ومناف لدرجة الكمال التي أسبغه الله عليها، وهذا أمر محال ما لم يطرأ تحول جذري على المشيئة الإلهية في تغيير ترتيب الطبائع عما كانت عليه منذ أن أوجدها الله. رغم غضب الخالق على إبليس وطرده مهانا ذليلا من الجنة وإنزاله الأرض، أعطى الرب للشيطان سلطة أن يكون حاكم هذا العالم، فأهبطه مع المخلوق الأول، فجعل الخلافة في آدم والسلطة في إبليس، وهو ما جاء على لسان النبي عيسى في الإنجيل: الشيطان حاكم هذا العالم، وهو ما أكده يوحنا: العالم كله تحت سلطة الشرير. نجح إبليس في استغلال أدواته التي هي شهوة الجسد وأنانيته لكي يضل الأرض كلها، كما وعد بذلك الرب متحديا: لأغوينهم أجمعين. فأصبح الشيطان إله الذين يطيعونه، فهو إله النظام المادي في الأرض، وكانت من نتائج حكمه الدمار والجريمة والجشع والفساد بكافة أشكاله، وأمور أخرى لا حصر لها. ليس فقط المال والشهوة والنفوذ وحدهما ما يقدمه الشيطان لأتباعه، بل هناك أمور أكبر مما قد تتصوره. فالتقرب للشيطان الأكبر إبليس يمنح عبدته قدرات استثنائية خارقة، ويساعدهم على التفوق على باقي البشر. وطبعا هذه الطاقة لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا بممارسة مجموعة من الطقوس الشيطانية، والتي يتخللها عمليات مرعبة من قتل وإسالة الدماء وتقديم القرابين البشرية، والتي أغلبها من الأطفال والنساء للشيطان. قصتنا لم تنتهي بعد، هناك المزيد من أسرار الصراع والاختيار لك.